لاعب أكوري وحولها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية في الشوط الثاني لمنتخب مصر. يلعبها أحمد سمير على من قريب، يخطئ الحارس جونو عثمان ولكن يشتت الدفاع النيجيري. صالح جمعة لأحمد سمير بالكعب، حلوه يا ولد لصالح جمعه. يلا العرضيه يا صالح، ادي العرضيه جوه ال 18 ودي ضربه الراس. هدف اول للمنتخب المصري، هدف اول للمنتخب المصري. محمود عبد المنعم كهربا يفعلها في هذه الاثناء ويسجل اول الاهداف المصريه لتصبح النتيجه 1-0. الشوط الثاني منتخب مصر يبدا بقوه وينجح في احراز اول هدف. كره عرضيه رائعه من صالح جمعه تتهيأ امام اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ليسجل اول اهدافه في هذا اللقاء، والهدف الشخصي الثاني له في كأس افريقيا للشباب في النسخة الحالية. كهربا يسجل اول اهداف مصر في هذا اللقاء. نتابع الاعادة. هذه ضربة الرأس من على الامام القريب من البديل اللي لسه نازل عمر بسام، تتهيأ لمحمود عبد المنعم كهربا الذي لم يتوانى في ان يضع الكرة داخل الشباك لتنطلق الفرحة المصرية الاولى ويتقدم منتخب مصر بهدف لا شيء. شباب الفراعنة يتقدمون الان 1-0 لمنتخب مصر، والهدف عن طريق محمود عبد المنعم كهربا. يشارك بدلا من تريزيجيه. ضربة حرة مباشرة للمنتخب المصري. أحمد سمير يلعب العرضية ودي ضربة راس. هدف ثاني. الله على ده هدف، الله على ده هدف. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم كهربا ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ الهدف الثاني للمنتخب المصري عن طريق نفس اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. افرح يا كهربا، غني يا كهربا، هيس يا كهربا، حقك يا كهربا. 2-0 الان للمنتخب المصري. احمد سمير والكرة العرضية النموذجية من على القائم البعيد وحسب الميعاد يقابلها محمود عبد المنعم كهربا بضربة رأس إلى داخل الشباك، معلنا عن الهدف الثاني للمنتخب المصري لتصبح النتيجة 2-0. مصر تضع القدم الأولى في المباراة النهائية لكأس إفريقيا للشباب. بإذن الله نعدي الدقائق المتبقية على الخير ونتأهل للمباراة النهائية. ادي محمود عبد المنعم الكهربا هو عريس هذا اللقاء، هو صاحب الهدفين.